نحن في الوقفة اليوم بمدينة الرباط أمام محكمة الاستئناف تضامنا مع الدكتور أبو بكر المنخاري الذي يحاكم بتهمة واهية. كما هو معلوم كان ذهب إلى السفارة السعودية من أجل الاستفسار على فيزا حول العمرة، ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت محاكمة اليوم في فصل آخر من هذه المحاكمة بعدما حكم في المرحلة الابتدائية ب10 أشهر موقوفة التنفيذ. الآن يحاكم في محكمة الاستئناف، ونحن هنا لنتضامن الدكتور أبو بكر، فتضامن معه ونطالب بتبرئته من هذه التهم الواهية. وكذلك ونحن هنا نستحضر كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، نطالب جميعا بإطلاق سراحهم. ونحن نقول من هذا الموقع بأن المغرب أقوى وأنقى، بدون محاكمات سياسية، بدون ظلم، بمحاكمات عادلة. وينبغي أن ينصرف الاهتمام والشأن إلى تنمية حقيقية، إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، إلى معالجة ملفات اجتماعية شائكة جدا، إلى محاربة الفساد المستشري في قطاعات عديدة، عوض ملاحقة الحقوقيين والمناضلين والصحفيين. فهذا مسار للأسف يضر ببلادنا، ونأمل أن تأتي مرحلة يتم القطع مع هذا السياق ومع هذا المسار في اعتقادنا الخاطئ. كما قلت، فالمغرب ممكن أن يشق طريقا آخر لإقرار الحريات وإقرار ديمقراطية حقيقية، وكذلك فسح المجال للحريات العامة، لأن النسيج المجتمعي بمناضليه بفاعليه نسيج مسؤول. هؤلاء الذين يحاكمون في أغلبيتهم على كل حال قد تكون هناك أخطاء لكن تتجاوز، ولكن في أغلبية منهج المناضلين الحقوقيين والدعاة وكلهم في سياق يريد تقويم الاعوجاج، يريد التنبيه على أمور مشينة تضر البلد وتضر سمعته وتضر حقوقه وتضر مستقبله. لهذا نأمل أن تنتهي هذه الفصول من الملاحقات كما قلت المجانية للنخب الوطن ولفعاليات المدنية والسياسية المناضلين ضد التطبيع. أيضا لا ننسى أن هناك مناضلون بسبب التدوينات مناهضة تطبيعهم الآن في المعتقل. لا ننسى نشطاء الريف وكل المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي. فنحن نطالب بالقطع مع هذه المرحلة وطي هذه الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى.